ديالك تبارك الله. واش عرفتي شنو كدير شنو كدير؟ الوالده كتغمض عينيها حتى كتقول صافي تسالم. ملي انا كندور وكنخرج مع الباب كتبدا كتضحك وما كتبغيش تسكت. فهمت لي حياتي ما عمري ما شفت بنيتها بحالها بهاد الدفعه ديالها. السلام عليكم حبوباتي، لاباس عليكم بخير متتبعين قناه الاء وبيان. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ هانيين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومبروك علينا هذا الخير اللي طاح. نتمنى يكون بالخير علينا، والله يعطيها لينا على قد نفع يا ربي. الله يحنن قلبه علينا يا ربي. الحمد لله بعد كل عسر يسر. الحمد لله كنا قنطنا من رحمه الله وهي لا قنطرة تحت رحمه الله. الحمد لله على كل حال. شنا الشتا الحمد لله رواتنا بمعنى الكلمة، اللهم لك الحمد. اليوم حبيباتي نبداو بالصلاة على النبي، اللهم صل على الحبيب وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. كي دايرين؟ هانيين؟ كنشكركم بزاف على التعاليق، وشكرا بزاف على تعليقاتكم اللي كتشجعني وكتحفزني انني نعطي اكثر واكثر. وشكرا للجاليه المغربيه اللي خارج الوطن حتى هي كذلك، شكرا لها بزاف. والشكر العميق كذلك لاخواننا في العرب واخواننا الخليجيين كذلك واخواتنا، لان القناه كيتفرج فيها راجل ومراه. الحمد لله اخواننا واخواتنا كلهم سواء خليج عرب كل شيء الحمد لله. وشكرا لكم لاختي اللي في الديار الفرنسيه وكنتي سولتيني على الوصفه للشعر. ها هي هذه اللي كنت وعدتكم بها ان شاء الله، اللي كتمنع تساقط الشعر وكتخلي ريحه زوينه في الشعر. بسم الله نبداو. عندي هنايا انتم كما قلت لكم داك النهار وعدتكم انني ملي كنت جبت الورقه ديال سيدنا موسى قلت لكم عندي وصفه بها، وها هي هذه اليوم الوصفه. انتم كتشوفوا هنايا عندي 4 الاعشاب، هي 4 العشوب هادو اللي كنديروا في اليازير، ورقه سيدنا موسى والزعتر والقرنفل، يعني المسمار، كاين اللي كيقول ليه المسمار. اليوم هذا الوصفه هذه زوينه ومجربه ب100%، يعني ما الانسان ما يخافش منها او لا، لان كلها عشوب نافعه. وكنتمنى تجربوها، وراها سالت ليا وغادي نعاودها اليوم. انا تفكرتكم قلت علاش لا نديرش بها صحاباتي، والسيده اللي وصاتني عليها اللي سالتني على وصفه ديال الشعر من ديار الفرنسيه هي هذه. وها نتوما كتشوفوا انا اليوم اللي سالت ليا ها هي درتها هنايا. غادي ان شاء الله نديرها الطبخ. هي هذه غير كتسخن، غير يسخن الماء مزيان، ما نخليوهاش تبدا الطبخ، غير يسخن الماء مزيان صافي ونطفيو عليه. والعشوب والاعشاب والعشبات هما هادو، والاعشاب والعشوب كل شيء في كلمه واحده. عندنا هنا ورقه سيدنا موسى، عندنا ما بين 5 ل 6 الورقات ها همايا انتم كتشوفوا هنايا، ها هي 5 الورقات هادو. عندي معلقه كبيره ديال الزعتر هي هذه، عندي معلقه كبيره ديال المسمار او القرنفل، وعندي معلقه كبيره ديال اليازير هي هذه. انتم كتشوفوا هذه الوصفه هذه راها افيكاس لتساقط الشعر، وكتخلي الشعر فيه واحد الريحه زوينه بلا ما تغسليه، غير ترشيها فيه صافي، غير ترشيه. وملي تعاودي تكوني تبغي تغسلي راه عادي، راه غتغسلي شعرك وتعاودي ترشيه واخا تكوني يلاه غسلتيه. هي ما عندهاش فيها شي ريحه اللي كاريهه ولا هذا، بالعكس فيها واحد الريحه زوينه بزاف. كما قلت لكم عندنا هنايا، انا قلت لكم المقادير: المسمار، الزعتر، الورقه سيدنا موسى، واليازير. هادو كيمنعوا تساقط الشعر والتقصف ديالو، داك التكراد اللي كيتقرد ما كيبقاش. وبعد واللي بغات تبداها تحيد لي بوينت، راها زوينه هذه، يعني ما كتخليش لي بوينت. علاش كتحيد لي بوينت؟ باش ملي ديرها الشعر كيبدا يطول لها في ساع، وكيبدا يطلع الجلده، وكتفرك الشعر في الجلده ديالها. كترشي الفروه ديال الراس، كترشيها مزيان بالبخاخ، كديريه فيه وكتبقاي ترشي وكتفركي شعرك. ما كترشيش بزاف حتى كيفزق، لا، غير رشات هكايا وانت كتفركي الفروه ديال الشعر ديالك.
ندوزو. ها نتوما كما قلت لكم، ها هي هنايا انا غنشعل عليها. انا درت المقادير ديالي، ها هي شفتوها كتدير. ونعاود نرجع معكم ملي يسخن ان شاء الله. ما تزابيوش، انا كنخليكم تشوفوا شويه باش تعرفوا واش كاين في هذا. راه الزعتر واليازير وورقه سيدنا موسى والقرنفل، يعني ما كاينش شي حاجه اللي مضره نهائيا للشعر. والسانوج معلقه كبيره منه، من حبه السوداء، المعلقه اللي كنشربوا بها الحريره ما تكون عامره. هما هادو 5 الاعشاب، نعاود نقولهم لكم. معلقه كبيره من الحبه السوداء، معلقه كبيره من المسمار او القرنفل، معلقه كبيره من الزعتر، معلقه كبيره من ورقه سيدنا موسى، ومعلقه كبيره من اليازير. هادو هما 5 الاعشاب. كنديروهم في طرو ديال الماء، كنطبخوهم ونصفيوهم ونبقاو نرشوا بهم الشعر ديالنا، سواء كان مغسول او كنا يلا جايين من الحمام ولا كان نقي. المهم هو ما كيخلي حتى ريحه في الراس، يعني سواء كنتي غادا خارجه واخا ترشي ماشي مشكل. وتخلخلي به شعرك مزيان والجلده الفروه ديال الراس. وتفكريني راه وصفه مجربه، وبالتوفيق. هانتوما كتشوفوا، هانتوما غير سخنتو، ماشي خليتو طبخ، غير بدا البخار كيخرج من الكاسرونه، وانا نطفي عليه ونخليه يطلق فيه مزيان حتى يدفى اولا حتى يبرد، ونديرو في البخاخ. وانا معكم وانتم معايا حتى اخر لحظه، ما تزابيوش. هو الوصفه ديالنا بعد ما بردات، هانتوما كتشوفوا ماشي بردت كاع نهائيا، ولكن راه باقا نتوما كتشوفوا باقي شويه ديال الدخان كيخرج منها. غادي نصفيوها، نقوموا بالتصفيه ان شاء الله. نتوما كتشوفوا واحد الريحه كتطلع منها علم زويناتها. الله، هي عمرت لي الكاس كامل. تقريبا لتر ديال الماء. هانتوما كي ولات ها هي صافيه. وكنجيب بخاخ، هذا كان عندي فيه ما ورد، هذا ها هو كنت كنديرو لوجهي والعينين، يعني كنرشوا على وجهي وعيني. راه حسيت بشويه ديال العيا في عينيا وداكشي كنرشوا عليهم، هما مسدودين ماشي على الجفون، عينيا مسدودين وكنرشوا. دابا ها هو خوات ليا، وعندي بخاخ اخر ها هو، هذا جديد، هذا باقي عندي جديد كنستعملهم عندي بزاف. كندير الزيوت هكايا وداكشي، كنصاوبهم لها لشعري نيت. وغادي ملي تبرد ليا الوصفه غادي نديرو في البخاخ ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما بعد ما بردت ديال الوصفه ونديرها في البخاخ. درت هذا الدواز هذا، هانتوما كتشوفوا درت هذا الدواز هذا باش يسهل عليا انني نكب في ساعه. هو بدا نكب فيه، هانتوما كتشوفوا انا كنشوف. ها هي القرعه ديالي عمرات، ها هي. وناخذ البخاخ الاخر ونحلو. راه زوينه هاد الوصفه، يعني راه ماشي غير من يعني ما الانسان ما يديرش يستهزأ منها ولا ينقص منها، بالعكس راه فعاله، راه يعني وصفه مجربه. راه درتها انا، داروها ناس من العائله، داروها يعني ماشي راه عن تجربه، ماشي لحقنا ودرناها. راه حتى كنجربوا الحاجه عاد كنديروها، لان هاد الاعشاب راه صحيه ومنافع زوينه. هانتوما كتشوفوا انا كنكب
ها هي عمرت خليتها تكفحات، ماشي مشكل. نقاد هادشي ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. وها هي يا لاله يا اللي كتبغي تهلاي في شعرك وفي الجمال ديالك، هانتي وصفه ب5 دراهم ما لا غير. شحال غتشري درهم ديال الزعتر فيها معلقه كبيره، غتشري درهم ديال اليازير فيها معلقه كبيره، غتشري درهم ديال ورقه سيدنا موسى او 2 دراهم غتعطيك داكشي اللي بغيتي وكثر. القرنفل كذلك درهم راه كافياك يعني. والماء راه على حسب الكاسرون اللي عندك، تكون كتهزك اطرو لارو، كديريهم كيسخنوا الاعشاب هذه، كديرهم كيسخنوا غير كتشوفي البخار بدا كيخرج من الماء وكتطفي عليها. وهانتي يا لاله متهليه في شعرك وفي الفروه ديال شعرك ديال راسك. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والصديقات. راه هي مزيانه، هي لا للرجال لا للعيالات، يعني ماشي مخصصه غير في العيالات، لا الرجال والعيالات كاملين. كتخلي واحد الريحه زوينه عطيره، يعني اللي يشمها ماشي غادي يقول اش هاد الريحه، لا بالعكس والله الا اللي يشمها غتعجبو. وتبارطاجيوها كما قلت لكم مع الاصدقاء والاهل ديالكم، سواء ولاد ولا بنات، راه كلشي كيديرها، وباش تعم الفائده على الجميع. واللي كيدخل اول مره القناه ديالي فعل زر الجرس باش توصلوا بالجديد ان شاء الله. وما تنسونيش من اللايكات، وكنشكركم بزاف، والى وصفه اخرى ان شاء الله. بسلامه. هذه فقره تفيد وتستفيد.